بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بالخير واختم بالخير واجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير برحمتك يا أرحم الراحمين. الدرس الرابع والعشرون من دروس كتاب علم التجويد للشيخ يحيى بن عبد الرزاق الغوثاني حفظه الله تعالى، ضمن مقرأة أهل الله الإلكترونية في الشمال السوري بعنوان الإدغام. الإدغام هو الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين. قلنا أنها الإظهار والإدغام والإخفاء والإقلاب. الإدغام لغة الإدخال، أدغمت الشيء أي أدخلته، واصطلاحا وهذا التعريف هو عام لجميع أنواع الإدغام، هو اجتماع حرفين الأول ساكن والثاني متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني بلا فصل، أي إدخال الأول في الثاني مع التشديد، واللفظ يكون من جنس الحرف الثاني. وهذا التعريف هو عام لكل أنواع الإدغام. وفي بحثنا هذا هو الحرفان هنا هما النون الساكنة أو التنوين مع حرف الإدغام الذي يليها. شرح التعريف: إذا وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حروف الإدغام فإنهما يدغمان فيها بحيث يصير الحرفان المدغم أي النون الساكنة أو التنوين والمدغم فيه أي حرف الإدغام حرفا واحدا مشددا. وينقسم إلى قسمين: إدغام بغنة وإدغام بلا غنة. هناك بعض التقسيمات يقولون إدغام ناقص وإدغام كامل، لن نخوض فيها لأنها ستتفرع إلى أفرع أخرى، وإنما نكتفي بقولنا بغنة أو بلا غنة. بغنة حروفه 4 مجموعة في لفظ يؤمن: الياء والواو والميم والنون. بلا غنة حرفاه 2 اللام والراء. وقولنا بغنة أي أنه يخرج أثناء الإدغام غنة من الخيشوم، وهو الصوت الذي يخرج من الخيشوم مرافقا لحرفي النون والميم. مثال قوله تعالى: فمن يعمل. هنا نون ساكنة جاء بعدها حرف الياء، والياء أحد حروف الإدغام بغنة، فنقول فمن يعمل ندغم النون في الياء. مثلا سراجا وهاجا، هنا تنوين وبعده واو، والواو من أحرف الإدغام، فنقول سراجا وهاجا، سراجا وهاجا. مثلا إن نقول نون ساكنة وبعدها نون متحركة والنون أحرف الإدغام، نقول إن نقول ملكا نقاتل. الإدغام بلا غنة قلنا أن حرفاه اللام والراء فقط، مثل قوله تعالى: وأن لو استقاموا، وأن لوي، فنقول وأن لوي وإنما ندغم النون بكاملها في اللام. أندادا ليضلوا. في الراء مثلا من ربك، مر. لاحظ أن النون بكاملها دخلت في الراء. بشر رسولا. ملاحظات وتنبيهات حول الإدغام. الملاحظة الأولى: احذر من ترقيص الغنة والترنم فيها بما يخرجها عن هيئتها كما يفعله كثير من الناس، يخرجونها عدة نونات متجاورة، وهذا ما يسمى بتطنين الغنات. كأن نقول مثلا كقوله تعالى مثلا: ابعث لنا ملكا نقاتل، كأن الفظة هكذا ملكا نقاتل. هنا بهذا اللفظ أخرجت عدة نونات، وهذا منهي عنه وتسمى ترقيص الغنات أو تقنينها. مثلا فئة ينصرون من ولي، فإخراج عدة نونات هذا منهي عنه ويسمى تقنين الغنة. الملاحظة الثانية: إن النون نصفها يخرج من اللسان والنصف الثاني من الأنف، والميم أيضا نصفها من الشفتين والنصف الثاني من الأنف. وفي حالة الإدغام يتوقف عمل اللسان في النصف الأول وتبقى الغنة في تجويف الأنف، بحيث لو أمسك القارئ أنفه انحبس صوت الغنة، فيجب إخراج القارئ إخراج كامل الغنة من الأنف. المقصود بهذه الملاحظة أن الجزء الأول من الحرف، حرفي النون والميم، يخرج من مخرجه الأصلي، النون من اللسان والميم من الشفتين، والنصف الثاني يخرج من الخيشوم ويسميه النصف المكمل.
فعند الإدغام يتوقف عمل النصف الأول، النون من اللسان والميم من الشفتين، وإنما يبقى الصوت يخرج من الخيشوم. وليس للفم عمل بارز سوى توجيه الشفتين لكل حرف بما يناسبه، أي أن عمل الشفتين أثناء الإدغام هو توجيه الشفتين وتوجيه الصوت فقط، بحيث لو نطقنا قوله تعالى منوال تكون هيئة الشفتين مضمومة كقوله منوال منوال، نضم الشفتين عند إدغام عند الواو. بينما لو نطقنا من يعمل فهيئة الشفتين تكون منفرجة عرضا، ويكون اللسان ثابتا معلقا وسط الفم. ومن يعمل نلاحظ أن هيئة الشفتين في إدغام عند الواو تختلف عن إدغام عند الياء. وهذه نقطة يغفل عنها الكثيرون فيظنون أن شكل الشفتين واحد عند كل حروف الإدغام، وإنما والصحيح أن شكل الشفتين يختلف باختلاف حرف الإدغام، كما ثبت ذلك بالتلقي والمشافهة عن المشايخ المتقين. الملاحظة الثالثة ما يحدث لكثير من المبتدئين بالقراءة على المشايخ في مثل قوله تعالى منوال ومن يقطين، فيشبعون كسرة الميم حتى يتولد منها ياء، كقول فأن يقول منوال، هذا الصحيح كأن يقول منوال أو من يقطين، فبهذا اللفظ قد أشبع كسرة الميم حتى تولد حرف الياء. ومثل قوله تعالى سراجا وهاجا، سراجا جاو، هذا التمطيط يتولد منه حرف وهو زيادة عن اللفظ فلا يصح. وهكذا يفعله كثير من القراء المعاصرين تظرفا، وهو خطأ واضح، ويسمى في عرف علماء التجويد الإدخال، بمعنى أنه أدخل حرفا بين الحرفين، أدخل هنا ميم أدخل ياء، وهنا سراجا أدخل ألف. الملاحظة الرابعة إذا نطقت بالإدغام في مثل قوله تعالى من يقطين فانتبه لنقطة دقيقة، وهي أن بعض الناس يستمر بالغنة حتى ينطق الياء بكاملها بغنة، ومثله منوال أيضا، بل ربما انسحبت الغنة معه إلى الألف التي بعد الواو، وهذا خطأ دقيق جدا ينبغي التنبيه عليه. والصواب أنه لا بد من الغنة، ولكن عندما تنتقل من الغنة إلى فتحة الياء أو الواو فلا بد أن تخلصها من الغنة. أي أنني إذا لفظت قول الله تعالى من يقطين هنا إدغام بغنة بين النون وبين الياء، إدغام بين النون وبين الياء، وليس للياء علاقة في الإدغام. كان أقول مثلا من يقطين أخرج الياء مع الغنة، وهذا خطأ. الصواب أن الغنة هي في الإدغام الذي هو قبل الياء، كأن أقول من يقطين، فانتبه ألا أخرج الياء مع الغنة. مثل منوال أيضا أقول وال، هذا مع الغنة. أما الصحيح منوال، أحرص على أن تكون الغنة بين النون وبين الواو، أي في الإدغام حصرا. أما الزيادة عليها فقد تخرج الواو أو الياء بالغنة، وهذا خطأ. الملاحظة الخامسة ومهمة جدا أن من شرط الإدغام أن تكون النون الساكنة أو التنوين في كلمة والحرف المدغم في كلمة أخرى، أي أن الإدغام لا يأتي في كلمة واحدة، وإنما حصرا ينبغي أن يأتي في كلمتين. وإذا اجتمع في كلمة واحدة فيجب الإظهار، وسماه بعض العلماء إظهار مطلق، كقوله تعالى صنوان قنوان الدنيا، وهنا بنيان. فهذه الكلمات الأربعة ولا يوجد غيرها في القرآن اجتمع فيها النون الساكنة وحرف الإدغام في كلمة واحدة فامتنع الإدغام. هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نقص أو سهو فمن نفسي والشيطان، والحمد لله رب العالمين.